Hello everyone, معاكم رحاب مصطفى from Koei Academy. Last session when we studied together letter C, لما درسنا letter C, I gave you an assignment, اديتكم زي homework كده بسيط الجملة دي. So how many words we pronounce letter C as K sound؟ يعني كام كلمة فيها حرف السي بس بنطقها بصوت الك. We have 6 words، عندنا 6 هنا كلمات. Call, come, cook, cake, cast, can. يبقى عندي 6 كلمات بنطق فيها حرف السي بصوت الك. طيب how many words we pronounce letter C as S sound؟ كم كلمة بنطق فيها صوت الس مع حرف السي؟ أنا عندي كلمة nice والcity، nice والcity، يبقى كده 2 words. اخر حاجة، لا قبل الاخيرة، انا قلت كام كلمة بنطق فيها حرف السي بصوت التش تش اللي هي CH change change. اخر حاجة برضو سألتكم كام كلمة بنطق فيها هنا حرف السي بصوت الاكس اكس اللي هي access access. We have double C and after double C we have E. اوكي، احنا قلنا بعد دبل سي لو معايا اي او اي او واي بنطق الدبل سي او السي سي دي بصوت الاكس اكسس، يبقى كلمة واحدة. تمام، انا قلت اراجع معاكم الهوم ورك بسرعة كده قبل ما نبدأ letter D. تمام، طبعا احنا عارفين letter D من الحروف الكونسونانت، الحروف الساكنة. زي ما قلت لكم قبل كده الحروف الساكنة دراستها سهلة، من الاسهل من الفاول. طيب let's start. The basic sound of letter D is D. D يعني عندنا الصوت الأساسي لحرف الدي صوت الد، like dog, doll, decide, middle, do. د. تمام. طيب حرف الدي لو في أول الكلمة بنطقه بصوت الد، لكن لو في نص الكلمة أو في آخرها لما بنطق حرف الدي بيبقى إيه أخف شوية. يعني عندي فعل decide decide، لاحظوا كده ما بقولش decide، لا decide. تمام، فالدي التانية اللي هي الدي اي اخف شوية من الدي اللي في الاول. دي بس ايه اول نقطة. Diego did do some study in his bedroom. Diego did do some study in his bedroom. Dan's dad did a difficult dance. Dan's dad did a difficult dance. لاحظوا كلمة زي dad، الدي الأولانية بتديني صوت الد دا. تمام، التي اللي في الآخر dad أخف شوية، ما بقولش dad. أوكي، فدي أول نقطة بالنسبة للتر دي. تاني حاجة بنطق حرف الدي بصوت الج ج لما يبقى عندي بعد حرف الدي يو أو حرف جي أو جي، فبالتالي بنطق الدي هنا بصوت الج. طيب امال ايه اول كلمة عندي حرف الدي بعدها اي؟ لا دي استثناء، يعني الطبيعي حرف الدي لو بعديه اي بنطق بصوت الد عادي، بس دي كلمة الاستثناء اللي بنطق فيها حرف الدي بصوت الج رغم ان بعدها اي. soldier soldier graduate graduate، التخرج او التخرج من الجامعة في ناس بتنطقها غلط graduate، لا هي graduate. individual individual knowledge knowledge adjective adjective، الدي بعد يو او جي او جي بنطق بصوت الج. in education a graduate graduates from college. in education a graduate graduates from college. the soldier gradually adjusted the bridge. the soldier gradually adjusted the bridge. تمام، يبقى تاني صوت عندي صوت الج ج. انا اخر كلمة college بس جبتها رغم انها جي بس فيها نفس الصوت، يعني معنى كده لما ندرس حرف الجي ان شاء الله هنلاقي برضو الصوت ده هناك صوت الج ج. تالت صوت عندي الحرف الدي صوت الت ت. انا اي فعل في اللغة في الماضي التصريف التاني بتاعه في الغالب بيبقى اخره دي او اي دي، فهنا بنطق بصوت الت
ت، يعني 90% منهم. تمام. زي كيك، كيكت، كيكت، ما بقولش كيكد، لا كيكت. wished، helped، reached، ت. يبقى الافعال في الماضي اللي اخرها دي او اي دي اغلبهم، مش كلهم طبعا، اغلبهم بنطق الدي هنا بصوت الت. they worked so he laughed and she wished. they worked so he laughed and she wished. ت. تمام. يبقى عرفنا الدي بنطقه بصوت الت مع الافعال الماضي اللي اغلبها دي او اي دي. طيب لو انا عندي فعل اخره حرف من التلاتة دول، انا بجيب لكم الكومن او الحاجة المتداولة اكتر. لو فعل بيديني صوت من الثلاث حروف دول، الدي او التي او الفي، لما اجي استعمله في الماضي بنطق الدي. يعني فعل زي want اخره حرف التي اهو من ضمن الحروف الثلاثه، want. تمام. عايز اقول انا اردته، هقول wanted لا wanted تد. ففي الحاله دي هنطق حرف الدي بصوته عادي، wanted، I wanted، they wanted. تمام. نفس الشيء في فعل love اخره في، هو طبعا هتقولوا لي اخره اي، تمام، بس الاي هنا silent، هي مجرد منظره مش اكتر. فالنطق الاساسي عندي بقف فيه عند حرف الفي love. فانا عايزه اقول حبيت loved، loved. mind برضو الدي، صوت الدي mind في الماضي minded did. تمام. يبقى اي افعال اخر حرف او اخر صوت لي من الحروف الثلاثه دي لما باجي استعمله في الماضي بنطق الدي عادي. تمام. لازم زي ما قلت لكم في بعض الاستثناءات تبقوا واخدين بالكم منها. طيب نيجي لاخر حاجه، الدي سايلنت. امتى انطق حرف الدي سايلنت؟ بصوا دي اهم الكلمات في اللغه واكتر كلمات متداوله فيها حرف الدي بس مش بنطقها. اول كلمه عندي handsome اللي هي وسيم، handsome، ما بقولش handsome، لا handsome، handsome. sandwich، ايوه الكلمه اللي احنا كلنا بنقول عليها ساندويتش، سندوتشات، لا دي غلط، هي اسمها sandwich or sandwiches، sandwich or sandwiches في المفرد او الجمع، فمنطقش الدي غلط. sandwich. Wednesday، Wednesday اللي هو يوم الاربع، ما بقولش Wednesday لا Wednesday. grandpa grandpa اللي هو الجد، عايزه اقول الجده grandma او grandmother. الحفيد grandson، الحفيده granddaughter. المهم مشتقاتها ما بنطقش فيها الدي، grandfather، grandson، granddaughter وهكذا. They played with the handsome boy and ate a sandwich after using the handkerchief last Wednesday. They played with the handsome boy and ate a sandwich after using the handkerchief last Wednesday. برضو handkerchief مش بنطق فيها الدي اللي بمعنى مناديل، ضيفوها يعني من الكلمات اللي هتذكروها فوق. فدي اهم الكلمات في اللغة مش بنطق فيها حرف الدي. وخلي بالكم لما تقولوا كلمة ساندويتش ما تنطقوهاش، طبعا ممكن حد يعلق عليكم يقول لكم غلط اسمها ساندويتش، غلط، هي اسمها ساندويتش. تمام. فتذكروا الكلمات دي كويس مع السايلنت دي. طيب Dar the dinosaur danced until he died of dizziness. Dar the dinosaur danced until he died of dizziness. شوفوا كده كام كلمة فيها حرف الدي بنطقه بصوت الد. هل في كلمة هنا فيها حرف الدي بس بنطقه بصوت الت؟ تمام. اعتقد حرف الدي سهل جدا، يعني زي ما قلت لكم الكونسوننت مش تتعبوا في مذاكرتها، بتذاكروا بس الرولز البسيطة او القوانين البسيطة لكل نقطة فيهم وخلاص، مش تريكي ولا فيها لف ودوران شوية زي الفاول. الفاول لو ان شاء الله السيشن الجاي letter E تاني حرف فاول عندي في اللغة، عايز تركيز، فتكونوا مخلصين الحروف دي كويس قوي زي ما متعودين نخلص ونذاكر كل حرف بعد كل حلقة عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لنا، وبنقرأ الجمل بصوت عالي. بس كده، ربنا يوفقكم واشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.